أهلا بكم في سلسلة المحاسب. فهنتكلم النهاردة في الحسابات عن بضاعة الأمانة أو الكونساينمنت بشكل عملي. نظام بضاعة الأمانة بيكون إن المصنع أو الشركة بتسلم بضاعتها لشركة تانية عشان تبيعها لها وتبعت لها الفلوس مخصوم منها العمولة أو أي مصاريف نقل اتحملتها الشركة اللي باعت حسب الاتفاق اللي بيكون بينهم في العقد. وفي بعض الأوقات بالنسبة للمصانع أو الموزعين أو الشركات بيكون إنهم يدوا بضاعة بنظام بضاعة الأمانة أو الكونساينمنت لحد يبيع لهم أفضل ليهم من نواحي كتيرة جدا، زي إنها بتساعد إنها توفر عليهم الاستثمار، إن هم يفتحوا في فروع كتير ويشتروا أماكن ويجهزوها ويشتروا مخازن، فده كله بيتلغي. وكمان بيشتغلوا مع تجار شاطرين عارفين السوق المحلي بتاعهم كويس ويعرفوا ازاي يبيعوا البضاعة ويصرفوها. وكمان أفضل للبضاعة إنها تتحرك بدل ما إنها تبقى قاعدة في المخازن. بس في حاجات بيخاف منها الشركة اللي بتبقى عايزة تشتغل ببضاعة الأمانة، زي ساعات ما بيقدرش يتحكم في إن هو يحافظ على بضاعته من التلف أو الإهمال. ممكن البضاعة تكون عند الكونسايني وتبوظ منه أو يكون بيهملها فبضاعة كتيرة تبوظ. وممكن الكونسايني او الوكيل لو مش متفق على كوميشن حلوة ما يعرضش البضاعة دي وما يدهاش اولوية في الشغل فما تتباعش بشكل سريع، فالريتيرن اون انفستمنت على البضاعة دي بيكون ضعيف، لان الوكيل اللي هيبيع البضاعة دي ما استثمرش فيها، ما دفعش فيها فلوس، فما يهموش ان البضاعة دي تتباع بسرعة او انها تقعد عنده. ده لو بياخد عمولة قليلة وعنده كذا بضاعة تانية عايز يصرفها. وطبعا احنا لازم نبقى عارفين ان في فرق ما بين نظام بضاعة الامانة الكونساينمنت ونظام البيع العادي. اول حاجة مسمى الطرفين هنا في البيع بتقول البائع والمشتري. في نظام بضاعة الامانة بنسميه صاحب البضاعة والوكيل، الموكل والوكيل او الكونساينر والكونسايني او البرنسبل والايجنت. بالنسبة لنقطة ملكية البضاعة، ففي حالة الكونساينمنت الملكية بتفضل مع الموكل ما بتتنقلش للوكيل. أما طبعا في حالة البيع فالملكية بتتنقل مع عملية البيع. تعال بقى نخش الشغل العملي ونشوف نظام بضاعة الأمانة في دفاتر الموكل والوكيل بيمشي ازاي. في البداية البرنسبل أو الكونساينر بيبعت البضاعة للإيجنت أو الكونسايني اللي هو الوكيل بعد ما يكونوا اتفقوا على العمولة وأنواع المصاريف اللي كل واحد هيتحملها وكشف الحساب. المبيعات هيبعتوا الوكيل للموكل كل قد إيه، ومع كل بضاعة بيبعتها الموكل للوكيل بيبعت معاها فاتورة مبدئية كده بالفورم انفويس بيكون فيها تفاصيل عن البضاعة وعددها وقيمتها والسعر اللي ممكن يبيع بيه الايجنت. عايزين نتكلم على 3 نقط ممكن يحصل. اول نقطة بالنسبة للعمولة، ممكن تكون عمولة عادية، ممكن يكون في بند العمولة زيادة overriding commission. دي بتكون لما الوكيل يحقق مبيعات اكتر من اللي كان متفق عليها مع الموكل فبياخد عمولة زيادة كتحفيز ليه. وفي عمولة تالتة اسمها الديل كريدي كوميشن، ودي بتكون عمولة تعويضية للوكيل لما بيكون في الاتفاق ان هو هيتحمل البادت بتاعة العملاء من المبيعات الآجلة. ساعات البضاعة بتتباع بالآجل وبيتفقوا ان تحصيل البضاعة بيكون على الوكيل طبعا، ولو في حاجة ما تحصلتش الوكيل بيتحملها، فقصاد دي بياخد كوميشن كده صغيرة زيادة على كل مبيعاته، علشان لو حصل اي حاجة او اي عميل اتعثر يقدر يكفر بالكوميشن دي البدت. وبيكون في طريقتين لنظام بضاعة الأمان. في طريقة الموكل بيبعت الحاجة بالتكلفة، وفي طريقة تانية الموكل بيبعت الحاجة بسعر زيادة عن التكلفة بماركب مثلا 20%، بيسموها الانفويس برايس ميثود. الطريقة الأولانية اسمها الكوست ميثود، وهنا البضاعة بتتباعت في البروفورما انفويس بسعر التكلفة زي ما قلنا. الطريقة التانية اسمها الانفويس برايس ميثود، هنا البضاعة بتتباعت بسعر أعلى من التكلفة بتاعتها عن طريق إنه بيضيف نسبة زيادة على سعر التكلفة، وده اتعمل عشان يخلي الوكيل ما يعرفش سعر البضاعة الأساسي أو تكلفة البضاعة كام. خلينا بقى نقول إن في شهر مايو سنة 2023 شركة إكس اللي هي الموكل بعتت 500 كرتونة لمحل واي كبضاعة أمانة،
على نظام الكونساينمنت يعني. كل كرتونة تكلفتها 100 جنيه، وإن إكس دفعت مصاريف نقل وتأمين 500 جنيه و250 جنيه. هنسجل الموضوع ده إزاي بقى؟ في دفاتر إكس اللي هو الموكل، لما أرسلت البضاعة فقلت ديبت الكونساينمنت وكريدت جودز سند ان كونساينمنت، بفتح حسابين نومينال، حسابين مؤقتين بثبت فيهم ان البضاعة الامانة راحت لواي، وبثبت البضاعة المرسلة. فممكن اقول بالعربي من حساب بضاعة الامانة اللي رايحة لواي الى حساب البضاعة المرسلة. وزي ما قلنا حسابات مؤقتة بتتقفل آخر الفترة في حسابات البضاعة اللي بتكون في الميزانية، زي ما هنشوف في الآخر في المثال بتاعنا. في نقطة تانية حصلت وفي أكشن تاني حصل واحنا بننقل البضاعة، قلنا في تكلفة، إجمالي التكلفة دي 750 جنيه، فدفعهم كاش من جيبه. فهنقول برضو من حساب بضاعة الأمانة اللي رايحة واي أو ديبت الكونساينمنت وكريدت أو إلى حساب الكاش. جينا قلنا إن شركة واي بعتت 200,000 كأدفانس بيمنت أو كحاجة كده مقدم للتعامل مع شركة إكس، فالمفروض شركة إكس تسجل الكلام ده في حساباتها. فأكيد البنك زاد، فمن حساب البنك وهتفتح حساب جاري الوكيل أو حساب الكونسايني، هيبقى بالكريدت، هيبقى التزام عليها لأن الراجل ده لسه دافع فلوس مقدما. في آخر كل أسبوع أو آخر كل شهر شركة واي اللي هي الوكيل هتبعت كشف البيع أو سيلز أكاونت ستيتمنت، ده كشف حساب بيوضح تفاصيل بيعها للمنتجات خلال الفترة دي. فخلينا مثلا نقول إن هي باعت 3000 بوكس ب120 جنيه و2000 بوكس تانيين أو 2000 كرتونة تانيين ب125 جنيه، وكان عندها تكلفة نقل 300 جنيه تحملتها في الأول، بس قالت هتبعتها كلها مع كشف البيع، وإيجار مخزن 375، وهم كانوا متفقين على عمولة ليها 10% من البيع. خلينا زي ما احنا لسه بدفاتر واي أو الموكل، والمحاسب استلم الستيتمنت دي، خليه يسجل الموضوع ده ازاي. فأول حاجة هيسجل البيع 610,000، هيقول من حساب الجاري الوكيل لحساب بضاعة الأمانة أو ديبت كونسايني أكاونت وكريدت كونساينمنت أكاونت. وهنا هيبدأ يسجل التكلفة 675 اللي وضحهم له الوكيل في الستيتمنت. فهيقول برضو من حساب بضاعة الأمانة ب675، وهيسجل liability عليه إلى حساب الجاري الوكيل ديبت الكونساينمنت وكريدت الكونسايني أكاونت. بعد كده يحتاج يسجل العمولة 10%، فهيقول برضو من حساب بضاعة الأمانة إلى حساب جاري الوكيل بال61,000 اللي هي 10% من إجمالي المبيعات. بعد ما بيوافقوا وبيقروا بالحسابات دي، خلاص سجل الحاجات دي في دفاتره. المفروض شركة واي بتبعت المبلغ اللي عليها، واللي هنا بيبان من حساب من الأستاذ بتاع حساب جاري الوكيل اللي عامله شركة إكس في دفاترها. ففي الحالة بتاعتنا في تقريبا 348,325 جنيه المفروض إكس طالب واي بيهم، فواي بتبعت تشيك بالمبلغ ده، وعلى طول الموكل بيسجل من حساب البنك وإلى حساب جاري الوكيل بالمبلغ ده عشان يقفل حساب الوكيل. وبتتكرر العملية دي مع كل كشف بيان بيع أو كل سيلز أكاونت بيتبعت من شركة واي. عندنا بقى الإيفنت الأخير وهو نهاية المدة، نهاية الشهر، نهاية الكوارتر، نهاية السنة، هبقى محتاج أقفل الحسابات المؤقتة. وعندنا هنا حسابين، حساب بضاعة الأمانة المؤقت بتاع قائمة الدخل، وده هنقفله في حساب انفنتوري أو حساب بضاعة الأمانة الباقية لدى الغير، وده بيكون حساب ميزانية تحت بند الانفنتوري. ده لو لسه واي عندها بضاعة أو لسه الموكل عنده بضاعة ما اتباعتش، وساعتها البضاعة دي بيتم تقييمها باللور اوف كوست اور نت ريلايزابل فاليو. فبشوف تكلفة البضاعة دي عندي ايه، وبشوف سعرها في السوق كام، وبختار الأقل. ودي نقطة هنشوفها في أمثلة قدام بتتكلم إن هيكون في ending inventory
في الكونساينمنت. غير كده لو مفيش بضاعة نهاية مدة بنقفل الحساب بتاع بضاعة الأمانة المؤقت كله في أرباح وخسائر من بضاعة الأمانة، في حساب أرباح وخسائر من بضاعة الأمانة، بحيث إن يشوف في الحساب ده أعرف إذا كنت أنا كسبت أو خسرت من نظام بضاعة الأمانة اللي أنا عامله. أما بالنسبة للجزء التاني اللي هي البضاعة المرسلة اللي هي الجود sent on consignment، بنقفلها في الانفنتوري بحيث نقلل بيها رصيد البضاعة من الانفنتوري. نيجي بقى بالنسبة لدفاتر الوكيل ونرجع لأول نقطة، أول ايفنت احنا بدأنا نحكي فيه هو عند إرسال البضاعة. مفيش هنا قيود بتتسجل لأن البضاعة بتفضل في دفاتر الموكل زي ما وضحنا في الأول خالص. نيجي عند مرحلة دفع التأمين، فهو برضه هيبقى عنده حساب جاري الموكل بيحط فيه 200,000، وعنده إلى حساب البنك يخرج منه المبلغ 200,000. نيجي وقت ما راح بعتله كشف بيان البيع أو السيلز أكاونت، هو هنا هيسجل البيع بتاعه. مثلا لو البيع كاش فهيقول ديبت كاش أو ديبت بنك اللي حصل فيه، وكريدت الكونساينر أو إلى حساب جاري الموكل. هيبدأ بقى يسجل المصاريف بتاعته، فهيقول من حساب جاري الموكل بال675 وإلى حساب الكاش أو البنك اللي دفع بيه. بعد كده هيسجل العمولة بتاعته، هيقول من حساب الموكل وهيقول إلى حساب أرباح العمولة أو الكوميشن ريفينيو. فهنلاقي دايما الثلاث قيود دول بيعملهم مع وقت إرسال الكشف البيع أو السيلز أكاونت. بعد كده بعد ما بيراجع حسابه ويبقى مطابق مع الموكل بيبدأ يبعت المبلغ اللي متبقي اللي عليه، فهيقول من حساب الموكل جاري الموكل، وهيقول والناحية التانية إلى حساب البنك بالمبلغ اللي هو 348,325 زي ما شفنا فوق. وبكده هنا نكون اشتغلنا بالكوست ميثود. تعال بقى نشوف مثال على الانفويس برايس ميثود، ونشوف في حالة لو في بضاعة في آخر المدة هنعمل ايه في الحالة دي.